أحييكم من جديد. عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في منتصف الشهر الحالي مؤتمره للعام 2024 بعنوان إدارة المال العام في ظل حرب الإبادة وقرصنة الاحتلال لأموال وموارد الشعب الفلسطيني. تناول فيها أكثر من موضوع، من بينها ضبابية العلاقة المالية مع الاحتلال وأثر سياسات الاحتلال على المال العام والإمعان في سرقة أموال الشعب الفلسطيني، والارتفاع المضطرد فيما يعرف بصافي الإقراض وأزمة التقاص ما بين الهيئات المحلية والخزينة العامة للدولة. استعرض الفريق الأهلي تقاريره والتي كشف فيها عن أوجه سرقة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، مع سرد لبعض الإشكاليات التي ما إن حلت سترفد الخزينة العامة بإيرادات جيدة تعمل على التخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وكيف يستخدم الاحتلال أموال المقاصة كأداة عقاب للشعب الفلسطيني، والتي زادت أضعافا بفعل في ظل حرب الإبادة التي ما زالت تحصل على المباشر على مرأى العالم، وتراجع الإيرادات المحلية تبعا لتدهور الوضع الاقتصادي المأزوم والهش أصلا قبل الحرب، مع تقديمه بعض التوصيات لمعالجة أزمة التقاص ما بين الهيئات المحلية والخزينة العامة، وتعزيز صمود المواطنين في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. لمعرفة المزيد معنا عبر الخط الهاتفي ينضم مؤيد عفانة، باحث وخبير اقتصادي، وهو أيضا عضو فريق أهلي لدعم شفافية الموازنة العامة. سيد مؤيد، أهلا ومرحبا بك ويسعد صباحك. صباح النور إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين. كيف يمعن الاحتلال الإسرائيلي في قرصنة إيرادات المقاصة الفلسطينية، وكم بلغت قيمة الأموال المقرصنة؟ بداية الرحمة لشهدائنا الأبرار في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي كل مكان. أما فيما يتعلق بسؤالك عن المقاصة، فإن إسرائيل تمعن بشكل كبير جدا في حصار الشعب الفلسطيني من خلال قصته وقرصنة إيرادات المقاصة. نعم. من شهر 2 2019 بدأت إسرائيل بخصم 53 مليون شيكل بدل إعانات أسر الشهداء والأسرى، وبعد أحداث 7 أكتوبر في العام الماضي بدأت إسرائيل بخصم حوالي 275 مليون شيكل بالمتوسط شهريا بدل مخصصات قطاع غزة في الموازنة العامة. نعم. ولما أتحدث أنا عن مخصصات قطاع غزة أتحدث عن تربية وتعليم، عن صحة، رواتب معلمين، عن خدمات اجتماعية، عن ماء، عن كهرباء. نعم. طبعا هدول الرقمين تراكمهن حوالي 335 مليون شيكل شهريا يتم خصمهن من إيرادات المقاصة. نعم. من خلال حساب بسيط حوالي 3.6 مليار شيكل تم خصمها إعانات للشهداء والأسرى من 2019. في عنا حوالي 2.8 تم خصمها مليار شيكل بالطبع تم خصمها بدل مخصصات غزة. وبالتالي أستاذ راضي والمستمعين الكرام، في عنا حوالي 6.4 مليار شيكل تم احتجازهم من إيرادات المقاصة من 2019. موقفناش عند هذا الرقم، في عنا كمان استحقاقات إلنا 900 مليون شيكل هم حصتنا في ضريبة المغادرة عبر جسر الكرامي لما نغادر الجانب الأردني. هذا المبلغ تراكم إلنا كمان 900 مليون شيكل. نعم. وبالتالي يا سيد الكريم أضحى في إلنا 7.3 مليار شيكل هدول أموال فلسطينية خالصة يتم احتجازهم من خلال إسرائيل. نعم. طيب، كيف تقيم من خلال متابعتك الشفافية في العلاقات المالية ما بين السلطة والاحتلال؟ حقيقة أستاذ الكريم، إسرائيل تتعامل مع الشعب الفلسطيني ومع السلطة الفلسطينية كسلطة احتلال وليست كشريك مالي. نوقف شوية على شو اللي بنظم العلاقة اللي بيننا وبين إسرائيل. طبعا هي تنظم من خلال بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع ما بين السلطة وإسرائيل في العام 1994، واللي كان مقرر أن يكون فقط ل4 سنوات، ومن ثم بيكون في عندنا دولة مستقلة حسب اتفاقية أوسلو. هذا البروتوكول هو عمليا بروتوكول فضفاض، يعني بين قوسين مواده عامة، هي جاءت لفترة مرحلية. نعم. وبني على حسن النوايا وعلى لقاءات يعني تحل من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة. ولكن إسرائيل منذ ذاك الحين ولغاية الآن على مدار 30 سنة تتعامل فقط كسلطة احتلال. بمعنى بيجي وزير خارجية زي سموتريتش من الطرف الحالي بيحكي أنا بدي أعاقب السلطة الفلسطينية، دفعت رواتب أسرى وشهداء، بخصم علينا. في قبل فترة مجموعة عملاء فلسطينيين هربوا عند إسرائيل، رفعوا علينا دعوة تم تعميدهم من إيرادات المقاصة. يعني هذا جزء من استخدام إسرائيل إيرادات هذا الشعب الفلسطيني كأداة لمعاقبة الفلسطينيين. قطعا هي أداة العقوبة خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر. وبالتالي يا سيدي هاي اتفاقية تجارية
إسرائيل تشبه الأموال إلنا، بتحولنا إياها، هي أموالنا على كل حال. وعشان أوضح لمواطننا الكريم، لو فرضا أني أنا تاجر في الخليل وأنا يا سيدي بدي أستورد من الصين كونتينر بلاط، بدي أستورد من تركيا شوكولاتة، الآن تبع عندي بروتوكول باريس الاقتصادي، يقوم المخلص الإسرائيلي بتخليص كل هذه الإجراءات المالية في ميناء أسدود أو في المطار أو في البر أو أي مكان آخر. نعم. ويقوم بتحويل إلنا ضرائبها بعد خصم 3% حصة إسرائيل. نعم. إدارة مقاصة، على فكرة هو مبلغ كبير جدا 3%، يصل إلى حوالي 350 مليون شيكل سنويا. الآن هاي اتفاقية تجارية، الأصل أن تلتزم إسرائيل فيها، هاي مش مني، هاي مش مساعدة من إسرائيل ولا من أي مكان من العالم، هاي أموالنا. هاي قضية مهمة عشان مواطننا الكريم يدركها، إنه هاي أموال الشعب الفلسطيني وليست أموال حتى القيادة الفلسطينية، هي أموال الكل الفلسطيني. وبالتالي إحنا هاي الأموال إلنا تحت تصرفنا الأصل تكون، واستغلال إسرائيل إلها ولإرادة مقاصة هو استغلال سلطة الاحتلال. ومن هون بجاوب على سؤالك، العلاقة أو شفافية العلاقة المالية ما بين السلطة وإسرائيل فيها إشكالية كبيرة. إسرائيل تبعث لنا آخر الشهر أي لكم مقاصة، بيكونوا خاصمين اللي بدهم إياه، وشهر 4 و5 أصلا ما بعثت مقاصة. نعم. شعب آل سموتريتش إنه يخصمها علينا كلنا. نعم. وبالتالي إحنا ما بنعرف إنه الشهر الجاي رح يحولونا 400 مليون ولا 200 مليون ولا صفر ولا 500 مليون. نعم. طيب لو حكينا عن الإقراض وصافي الإقراض، كيف يستنزف الموازنة العامة الفلسطينية؟ حقيقة أستاذنا الكريم هذا الملف صعب جدا، وهذا نحكي بأريحية. صحيح أن الاحتلال هو أصل الشرور، والاحتلال هو سبب كل مصيبة في فلسطين. نعم. ولكن تحديدا صافي الإقراض المشكلة داخلية عنا. ببساطة شو هو صافي الإقراض؟ هو عبارة عن الأموال اللي بتخصمها إسرائيل مقابل خدمات إحنا بنشتريها منها، وتحديدا الماء والكهرباء، خدمات وسلع. نعم. ومن هون لما يجي على سبيل المثال بلدية الخليج، شركة توزيع الجنوب، بلدية قلقيلي، بلدية رام الله، أي مكان بده يأخذ خدمات من إسرائيل، إسرائيل ما بتنتظر عشان الهيئة المحلية تحولها هذه الأموال، تخصمها من المقاصة. يعني إحنا سحبنا كهرباء هذا الشهر 100 مليون شيكل، بتقول لك ليش أغلي براتي؟ بخصمها من المقاصة، وبعدين تتخلص السلطة الفلسطينية مع الهيئات الموجودة عندها ومع الشركات اللي عندها. للأسف سيد الكريم تم استغلال سلبي لهذا الأمر، وتراكمت ديون على الهيئات المحلية وعلى شركات التوزيع بمليارات الشواقل، بلغت لغاية يعني من بداية العام الحالي اللي احنا فيه لغاية 30/9 أكثر من مليار شيكل. طب ليش ما ندفع لبعض يعني؟ هاي إشكالية موجودة إلنا، لأنه أنا بحكي لك ليش. بعض الهيئات المحلية في عندها خلل في الحوكمة، في عندها مصاريف عادي، موظفين بضبطوا دوار من هون، بيعملوا اي لاف مش عارف شو من هون، وبالتالي بتصير عندهم نقص. بقول لك مش مشكله، هذا الشهر ما بندفع للشركه الاسرائيليه، ما هي السلطه بتقسمها من المقاصه، واذا مصاري عند السلطه مقابل ضريبه الاملاك وضريبه الدخل على الطرق. هذا الملف عمل خلل كبير ما بين الهيئات المحليه من جهه، وما بين وزاره الماليه من جهه، وما بين شركات التوزيع من جهه، وما بين السلطه وزاره الماليه ممثله من جهه. هذا الحكي يا سيد الكريم كلفنا على مدار 20 سنة حوالي 20 مليار شيكل. تخيل. يجب أن يحل هذا الموضوع. كانت إحدى توصياتنا الأساسية في المؤتمر اللي عقدناه، يجب أن يكون هناك حل لمشكلة صافي الإقراض. صافي الإقراض كان في البداية 200 مليون، صار 600 مليون، العام الماضي وصل 1,300 مليون، العام الحالي حسب ما أنا شايف التقديرات المالية وتتبعها يمكن أن يصل إلى 1,500 مليون شيكل. يعني إسرائيل بالنهاية بتاخذ اللي إلها بنهاية المطاف وقبل كل شيء، واحنا دبروا حالكم مع بعضيكم، واحنا الهيئات المحليه بنقول ما هي السلطه بدنا منها مصاري وبدنا منها فلوس، فانه خلص ما ندفعش للسلطه، فبصير في هنا فجوه ما بين الاقراض وصافي الاقراض. شكرا، توصيفك رائع، ولكن وين مشكلتنا استاذ راضي؟ انك انت شخصيا ومستمعنا الكريم رح يدفع الثمن مرتين في هذه الحاله. ليش يا سيدي؟ لانك انت دفعت فاتوره المي عندك او الكهرباء، تمام، هيك دفعتها اول مره. لو فرضنا انه البلديه اللي انت موجود فيها ما دفعت للجانب الاسرائيلي ثمن هذا الكهرباء، لو منها بتجبيها منك دفع مسبق او شركه التوزيع، في هذه الحاله يا سيدي اسرائيل بتخصم. السلطه فقدت هذه الايرادات، وبالتالي كانت السلطه بتعطيك راتبك كدكتور، كمهندس، كمحامي، كمعلم موجود في التربيه والتعليم، او كانت بتسفت الشارع اللي انت موجود فيه، ولكن بسبب احتجاز اسرائيل هذه الاموال ما قدرت، وهون انت دفعت الثمن مرتين كمواطن. وبالتالي سيد الكريم ملف صافي الإقراض يجب أن يحل، هذا ملف داخلي. وهون أنا بحب أعطي تفاؤل، حاليا في عندنا وحدة متخصصة في وزارة المالية بدأت تعمل على حل صافي الإقراض من خلال تسويات، وهي كانت إحدى التوصيات الأساسية، وإحنا مبسوطين إنه هناك تطبيق على الأرض.
انه من خلال تسويات ما بين الهيئات المحليه ووزاره الماليه. نعم. تعال يا راضي، شو لك انت؟ لك ضريبه املاك كم سعرها؟ 5 مليون شيكل، ممتاز، بس عليك كهرباء 20 مليون، اذا في عليك 15. طبعا احنا بنعرف انه الظرف الحالي صعب جدا انه الهيئات المحليه تدفع الديون، ولكن يا سيدي نتفق انه من اليوم الطارئ في دفع للشركات الاسرائيليه. نعم. بما انه راضي بيدفع دفع مسبق ومؤيد بيدفع دفع مسبق، ما في اي حجه او عذر لا لهيئة ولا لوزارة، لاي هيئه محليه ما تدفع. نعم نعم. طيب خلينا لضيق الوقت، يعني إذا في كان هناك توصيات ممكن نقدمها في موضوع أزمة التقاص بين الهيئات المحلية والخزينة العامة، وتوصيات أخرى أيضا ممكن نقدمها في هذا السياق. سيدي خلينا أقسم التوصيات بعجالة على نوعين. فيما يتعلق بالمقاصة، يجب أن تبادر السلطة الفلسطينية إلى رفع دعوة على إسرائيل، دعوة عالمية. هاي اتفاقية تجارية، بأي صفة إسرائيل كانت تنتهكها؟ بأي صفة كانت تأخذ أموالها؟ يا سيدي حاليا إسرائيل مقاصتنا حوالي 900 مليون شيكل، بتخصم أكثر ما بتعطينا، بتخصم أكثر من 50%. لا يعقل، هذا أموال فلسطينية خالص لنا. هاي بند أول. البند الثاني يا سيدي هو لمواطننا الكريم، يجب أن نشجع المنتج الوطني، لأنه كل شيكل إحنا بنوفره للمنتج الوطني ونحرم منه إيرادات المقاصة التي تأتي من إسرائيل أو من العالم، عمليا خففنا من قيود إسرائيل علينا، وفتحنا كمان فرص عمل لشبابنا. البطالة في فلسطين 50% أستاذ الكريم. نعم نعم. أما التوصية الأخيرة، يجب أن تعمل كافة الهيئات المحلية والشركات التوزيع على التقاص وعمل مخالصات مع وزارة المالية. وزارة المالية عندها خطة عمل من هون ل 31/12/2024 تنهي هذا الملف. نتمنى أن يكون هناك مسؤولية عالية، نتمنى الهيئات المحلية أنه تعرف دورها الحقيقي. دورها الحقيقي نعم. مش بس توظف لغايات تنظيمية وعشائرية، ولا دورها بس نعمل دوار مكتوب عليه I love هاي البلد وفي عليه مديونية عالية. أهم، أنا مع الجمال خلينا نكرهها، صحيح، ولكن في عندنا أولويات. نعم. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات والتفاصيل. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مؤيد عفانة، الباحث والخبير الاقتصادي، وأيضا العضو في فريق أهلي لدعم شفافية الموازنة العامة. شكرا جزيلا لك.